ازاي احافظ على رجلي من التشققات واخليها طول الوقت ناعمه ووردي؟ هلوز. اولا بعمل باديكير مره كل شهر، بجيب الاكسفوليشن ماسك الخطير ده، بقطع العلامه اللي فوق دي، هو بيبقى ظاهر لي انا اقطع منين بالظبط، والبسه زي الشراب كده كانك بتلبسي شراب، وعلشان ما يفكش او يقع مني فانا لبسته ببلاستر زي ما انت شايفه كده، او تلبسي شراب بس انا ما عنديش شراب يستحمل الحجم ده كله بصراحه. هتفضلي بقى قاعده بيه كده من ساعه لساعه ونص ولا اكتر ولا اقل من كده مش هيجيب نتيجه، اكتر من كده هيجيب نتيجه عكسيه. اول ما هتشيليه مش هتحسي باي حاجه ولا هيبقى فيه اي تقشير، وعلى حسب السكنس بتاعه جلدك، بمعنى انه على حسب سمك جلدك الموضوع هياخد من 4 ل7 ايام. ما ينفعش قبل ال7 ايام دول تعملي باديكير او تقشري جلدك زي ما انا بعمل كده، ده تخلف، او حتى تستخدمي اي حاجه مقشره. ال7 ايام خلصوا والحمد لله. هتجيبي بقى اي طشت تحطي فيه كوباية مية مغلية، كوباية كبيرة، وقصاد كل كوباية سخنة هتحطي قدامها من 2 ل3 مية عادية من الحنفية، كده المية هتطلع معاكي مظبوطة على الشعرة، بمعنى اصح هتكون مظبوطة ودافية. ثم بالويم كده هحط شاور جل او اي صابون سائل، المهم حاجة تكون ريحتها حلوة يعني. بعد كده يا اما هتحطي ملح وبيكربونات، ويا اما هتحطي النوع ده اللي انا بحطه دلوقتي، دي املاح باديكير فوارة، دي انا بحب استخدمها، لذيذة يعني بتخلي المية حلوة كده. اخر حاجة يعني 2-3 خل. اخر حاجة هقلب بقى برجل كده لحد ما كل حاجة تدوب، بعد كده ادخل الرجل التانية وافضل على هذا الوضع من تلت ساعة نص ساعة. عدت النص ساعة، غسلت رجلي بمية من الحنفية ونشفتها، واستخدمت الاداة تحفة دي احلى اداة ممكن تعملي بيها باديكير. فكرة الاداة دي ان هي شبه المقشرة كده، حرفيا بتشيل كل الجلد الميت واي بلاوي في رجلك، حاجة كده قمر، عملية جدا ومش بتوجع وفعلا خطيرة. وبصي كده في ظهرها كل ده قشر وجلد ميت، انت متخيلة كمية الحاجات اللي طلعتها وانا كده لسه ما اشتغلتش، ده انا كده بلعب. المهم بقى تفضلي شغاله كده في رجلك كلها او تحسي ان رجلك ابتدت تنعم كده، لكن اهم حاجه ما تجيش يمة بطن او وش رجلك علشان ما تتعوريش. بالنسبه لضوافري فانا ما استحملتش ان الاسبوع يخلص، قصيتها على طول لان انا ما بستحملهاش طويله، ويا بستخدم القصافه على طول يا اما بجيب مبرد قوي جدا واقصر الضافر للطول اللي انا عايزاه. وبالنسبه للشعر اللي بيبقى في صوابعي حطيت جل، بعد كده شلته بالشفرات او استخدمي سويت، مش هنختلف على الطريقه يعني. بعد كده نشفت رجلي كويس قوي تكون جافه تماما، وحان وقت الترطيب والتوريد، ودي حاجه كده كده بعملها كل يوم، يا اما بستخدم نيفيا سوفت يا اما بستخدم الكريم ده. واحده صاحبتي عملت براند وده واحد من المنتجات اللي بتقدمها، وادتني الكريم ده للرجلين، ملمسه تحفه، ريحته تحفه، بيدي ترطيب عالي، وفعلا انا ما كنتش اتوقع ابدا ان هو يطلع حلو كده. وبرضه هحط منه في كعب الرجل او رجلي من تحت كلها عامه. ولو انت حابه تدي توريد زياده لرجليكي فبعد ما تخلصي ترطيب رجليكي استعملي الجل ده جل بدم الغزال، نقطه واحده منه هتلاقي رجليكي تحفه. وعلى فكره تقدري تعمليه في البيت، ان انت تجيبي جل صبار ودم غسال من عند العطار، ميكس حطي على طول، بس كده بدل ما تشتري وتكلفي نفسك يعني. لو انت من النوع اللي بيحب يلبس صنادل وهيلز فانت فعلا رجليكي في الصندل هتبقى خطيره. واهم النصيحه اقدر اقولك عليها هي اوعي تمشي حافيه، المسبب الاول للتشققات. باي.